السلام عليكم، ازيكم يا رجاله وعاملين ايه؟ لو انت معاك 10,000 جنيه وعاوز تبني تجميعة وحش العاب ومونتاج، يبقى الفيديو ده ليكي. بس قبل ما نبدا الفيديو متنساش تعمل لايك واشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. صلي على النبي ووحد الله، ولو وراك صلاه يا ريت تروح تصليها وتيجي تكمل الفيديو. بس ما نبدا الفيديو حابب اقول لاخونا اللي كاتب ان هو عاوز لابتوب بنفس اداء تجميعة 7,000 جنيه، فتقلقش انا جهزت لك خلاص اسم اللابتوب ومواصفاته وكل حاجه، وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون اللابتوب اللي انت طالبه. اول قطعه معانا وهو المعالج، وهو الاي 7 4790 والاي 7 497. انا اخترت المعالج ده. مبدئيا المعالج بيجي ب4 كورز و8 ثريدز، بيجي بالسرعه الاساسيه بتاع 6 جيجا هرتز، وعلى الماكس تربو 4 جيجا هرتز. الكشاف بتاعه 8 ميجا، دقه التصنيع 22 نانومتر، استهلاك للطاقه 84 واط. عد بقى معايا ان قد ايه المعالج ده افضل من معالجات كتير. مبدئيا هو الافضل من اي معالج في الجيل الرابع، افضل من الاي 5 6500، افضل من الاي 3 700، والاي 3 600، افضل من المعالجات دي كلها، افضل كمان من اي معالج من الجيل الثالث. برضه سنة الاصدار بتاع المعالج ده هو 2013، هو يمكن من 13 سنة ايوه، بس لحد دلوقتي بيقدم اداء ممتاز في الالعاب وفي المونتاج. وسعره متوسط، سعره بين ال 1200 لل 1800 جنيه. البوردة هنجيب الافضل في الجيل الرابع وهي ال H81. البوردة دي مش افضل بوردة للمعالج، بس هي اختيار اقتصادي واختيار كويس، يعني هتغذله الطاقه اللي مطلوبه، السوكت بتاعها كويس. خليني اقول لك مواصفات البورده تم اصدارها سنه 2013، يعني في نفس سنه المعالج. تدعم معالجات الجيل الرابع من انتل، بتيجي بسوكت LGA 1150. تدعم معالجات الاي 3 والاي 5 والاي 7، بتيجي باتنين سوكت للرامات، وبتدعم بسرعه 1333 ميجا هرتز و 1600 ميجا هرتز، ده كسرعه رامات. يعني متوسط سعرها بين ال 850 جنيه لل 1200 جنيه. الكيسة هتجيب اي كيسة عادية خالص، متوسط سعرها بين ال 200 لل 300 جنيه. رامات هتجيب 2 في 8 باجمالي 16 جيجا بسرعة 1600 ميجا هرتز، ومتوسط سعرهم 1000 ل 1800 جنيه. تخزين هتجيب هارد HDD 500 جيجا، ومتوسط سعره بين ال 300 جنيه لل 500 جنيه، وده للمساحة بتاعتك بقى اللي هو ألعاب أفلام. هنجيب كمان هارد SSD 128 للويندوز، ولو انت حابب تمنتج مثلا بريمير، دافينشي، كاب كات، أي حاجة. سعره بين ال 700 جنيه لل 1000 جنيه. الباور هنجيب باور 500 واط 80 بلس بلاتينيوم أصلي ب1000 جنيه، يجي بكابل 6 بن و8 بن. كارت الشاشة هنجيب حرفيا الأفضل في الفئة الاقتصادية RX 75. خليني أقول لك مواصفات الكارت وليه أنا اخترته. مبدئيا بيجي بسرعة أساسية 1168، على البوست 1244، بيجي ب4 جيجا في رام GDDR5 مع 256 بايت، وبيجي بعدد الكودك كورز 2048، وتم إصداره في إبريل 2017. بيجي بدقة تصنيع 14 نانومتر، وبيسحب 150 واط، ومتوسط سعره بين ال 3000 جنيه لل 3600 جنيه. ليه انا اخترت الكارت ده؟ مبدئيا الكارت هيكون ممتاز جدا مع معالج مع الاي 7 497، بيقدم قيمه مقابل سعر بنسبه كبيره، يعني 4 جيجا في رام GDDR5 مع 256 بت، فالثلاث حاجات دول كويسين. كمان سرعته على البوست 1244، فدي برضو. وكفايه الكلام على الكارت ده، ويلا بينا على اختبارات الالعاب. اول لعبه معانا وهي لعبه GTA V على 1080p نورمال سيتنج، ومتوسط الفريمات بين 100 فريم 120 فريم. واللعبه اللي بعد كده هي لعبه ذا ووتشر 3 في 80 لو 80 فريم. اللعبه اللي بعد كده هي لعبه دايز جون 1080p لو سيتنج، متوسط الفريمات بين 80 ل 95 فريم. واللعبه اللي بعد كده هي لعبه ريزيدنت ايفل 3 على 1080p لو سيتنج، متوسط الفريمات بين 70 ل 75 فريم. اللعبة اللي بعد كده معانا هي مارفل سبايدر مان 2018 1080 لو سيتنج، متوسط الفريمات بين 64 ل 69 فريم. ولحد دلوقتي حرفيا احنا مجربين العاب تقيل، اتقل عشان التقيل جاي قدامهم. اللعبة اللي بعد كده معانا هي لعبة انشارتد 4 لو سيتنج، متوسط الفريمات 60 فريم. اللعبة اللي بعد كده هندخل دلوقتي على العاب خفيفة، وبعد كده هندخل على كام لعبة تقال. فورتنايت على 1080 لو سيتنج، متوسط الفريمات 140 ل 160 فريم. وبيس 26 على 1080 هاي سيتنج 60 فريم ثابتين. حابب اقول لك على حاجه، ان هو يقدر يشغل FC 26.
بابجي موبايل على الترا اكستريم متوسط الفريمات بين 60 ل 75 فريم. ندخل بقى على الالعاب التقيله. اساسا كريد فالهالا على لو سيتنج 1080 متوسط الفريمات 70 فريم. اللعبه اللي بعد كده هي لعبه ريد ديد ريديمشن، يعني لو سيتنج 1080 متوسط الفريمات كان 56 ل 59 فريم. واللعبه اللي بعد كده جاد اوف وور 2018 على لو سيتنج 1080 متوسط الفريمات 55 فريم. وهنا يبان لك الفرق ان كارت الار اكس 550 ال 4 جيجا اللي كان نازل في نفس السنه كان مشغل نفس اللعبه على نفس الاعدادات حوالي 28 ل 31 فريم. وبس بعد ما قلت لك اختبارات التجميع دي في الالعاب، اكيد انت حددت اذا كنت هتشتري التجميعه دي ولا لا. يلا بينا بقى على التحديثات. بس قبل ما نروح للتحديثات ما تنساش تصلي على النبي، وانت بتصلي على النبي كده رايح عامل لايك، تشترك في القناه. عاوزين يعني نوصل 1000 مشترك على اخر السنه دي، يعني ادكم معانا يا جدعان، ادكم معانا. نروح بقى لمعلم للتطويرات. مبدئيا التطويرات سواء في الاس اس دي او الاتش دي دي اللي هي المساحه، يعني براحتك، عاوز انت ودماغك بقى، عاوز تزود في الاتش دي دي في الاس اس دي اي حاجه. الكيسه طبعا انا قلت لك اي كيسه عاديه. لو انت بقى بتحب الشكل، فالتجميع ده اداء لحد 2026 فهو اداء ممتاز. وانت شفت احنا جربنا 12 لعبه، فالكيسه اداء ممتاز. فانت لو عايز تطور في شكل الكيسه هتحوش لك مثلا 1000 ونص 2000 جنيه وتجيب لك كيسه محترمه تشيل معاك القطعه دي، وان شاء الله تبقى تطور بقى بعد كده جوه القطعه. طيب خلينا نتكلم كده عن نقطه قبل ما اقول لك على تحديثات كروت الشاشه. عندك الرامات والمعالج، التلاتة دول ما ينفعش تطور فيهم حاليا. يعني ما ينفعش مثلا تقول انا هشيل المعالج ده واجيب معالج تاني او ازود الرامات. البوردة اخرها 16 جيجا رام. البوردة كمان ده اقصى معالج تقدر تركبه عليها. انا مش بقولك برضو ان انت محدود في الامكانيات دي او مش هتعرف تطور خالص، لا، بس لما تيجي تطور هتضطر ان انت تشيل الرامات والمعالج والبوردة وتبيعهم بقى وتكمل على الفلوس اللي وتجيب بقى معالج ومذر بورد. والافضل ان انت تنقل منصة اي ام دي. بس انا حقيقي كنت ناوي اجيب الرايزن 5 3600، بس المعالج ده سعره بقى غالي جدا مقارنة بالاسعار دلوقتي او مقارنة بالميزانية بتاعتنا. على الكروت معانا 8 كروت تقدر تركبهم مع البار ال 500 واط، 4 من نفيديا و4 من اي ام دي. يلا بينا نبدا على الاربع كروت من اي ام دي. عندك الار اكس 6600 والار اكس 6600 اكس تي والار اكس 7600 والار اكس 580. دول 4 كروت اهم تختار فيهم. كروت الشاشه اقل من نفيديا: الجي تي اكس 1660 سوبر، الار تي اكس 3050 والار تي اكس 3060 والار تي اكس 4060. كل الكروت دي اشتغل على الباور، بس ركز ان الباور يبقى فيه كابل 8 بن، ده مهم جدا. وبس كده يا رجاله يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ولو عايز تجميع في رينج سعر معين، لو عايز تسالني عن اي حاجه اكتب لي تحت في الكومنتات. ولو الموضوع سهل هتلاقيني رديت عليك في الكومنتات. لو الموضوع صعب او محتاج شرح كتير هتلاقيني عملت له فيديو. اسيبكم في حفظ الله واستنوا الفيديو الجاي ان شاء الله عشان هنتكلم فيه شويه عن اللابات. والسلام عليكم.